السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منتخبنا صعد لنصف نهائي الأولمبياد. ألف مبروك لمنتخب مصر الصعود لنصف نهائي أولمبياد باريس. ماتش مثير، ماتش تعب أعصاب الواحد. ماتش فيه روح قتالية وضرب. منتخب باراجواي داخل الماتش مش يلعب كرة، ده داخل يلعب مصارعة حرة، جودو، فاكر نفسه داخل الجودة والحاجات دي. منتخب قوي جدا، عنده روح قتالية رهيبة. حاجة كده مش داخلين يلعبوا كورة، انك لميت وانكم لميتوه. يعني اهم حاجة عنده هنفوز هنجيب. لو مش خدت الكورة هناخد اي حاجة من نوعية احمد فتحي، لعيبتهم كده كلها، من غير اللعيب اللي هو عامل شعر ابيض كده وعامل لي فيها امام عاشور ده. آه كلهم ضغط رهيب على اي حد من لعيبه مصر معاه الكوره، عليهم كله عليه الضغط. منتخب مصر بصراحه منتخب محترم. الفضل الاول والاخير بعد ربنا في المنتخب ده لميكالي المدرب البرازيلي، اللي زي ما بقول كده بيصنع من الفسيخ شربات. يعني المنتخب ده محدش في مصر بصراحه كان بيؤمن بيه، كان بيؤمن ان هو هيصعد اصلا اولمبياد. يعني كنا بنلعب المغرب في المغرب بطولة افريقيا الاخيرة لما صعدنا النهائي. ما كانش حد يتوقع اصلا ان مصر هتصعد من ضمن الثلاثة اصلا ولا الاربعة. كان كل الناس بتشكك في المنتخب ده. الف مبروك مرة تانية، والف مبروك لاشقائنا في المغرب. مش هطول عليكم، خش بس نقول على ماتش الزمالك. لسه جوميز بيغير والحوارات ديت، والتغيير مستمر بعد راحة عبد الله السعيد خلاص من الدوري. اداء روتيني، لعيبة خلاص المفروض تمشي فين. لعيبة كتير المفروض تمشي بقى ونخلص. لسه هفضل اتكلم واعيد وازيد في الادارة، لازم تتحرك. ادارة الزمالك بتقدم حياة من اسوأ الادارات اللي حاجة ممكن تعملها. ان كل التقارير وكل حاجة دلوقتي بتطلع ان انت بتدور على حاجات صفقات ببلاش. آه، إدارة عايزة تنضغط على طول، عايزة بتبص على السوشيال ميديا والقنوات. السوشيال ميديا بالذات الزمالك عايزة ايه عشان تعمله هي. دي مش تنفع إدارة بصراحة. يعني هي شافت ان ضغط السوشيال ميديا عليها عشان بن شرقي، دلوقتي بتفاوض بن شرقي وعملت له عرض مليون دولار آخره. طبعا الوداد الرياضي كان عارض على بن شرقي 400 ألف دولار، ففي فرق كبير جدا. وبن شرقي كان طالب مليون وربعمية من مجلس الإدارة أو من الناس اللي كلمته يعني بالتحديدا كده. هو مش مجلس الإدارة اللي كلمه، هو ناس قريبة من مجلس الإدارة. بس لغاية دلوقتي زي ما بقول لكم كده مجلس الإدارة بيقدم مستويات سيئة جدا. ومحدش يقول لي جه على أرض محروقة، هو عارف إن الأرض محروقة وكده. لكن مجلس الإدارة تحس إن هو ضعيف. مجلس إدارة الزمالك ضعيف، بتستنى قرارات تجيله من بره. في ناس بتتدخل زي وكلاء أعمال والحاجات دي مش عايز أتكلم عليها. نفس اللي كان بيحصل في صفقات مع مرتضى منصور لما كان يعمل لك وكيل لاعبين معين عشان تضم اللعيبة منه، نفس الإدارة دي بتعمله دلوقتي. يعني حاجات مش تحصل خالص. وبعدين الزمالك مش نادي صغير عشان تدور على لعيبة كلاس بي او سي وتقول لك انا مش هقدر اجاري بيراميدز والاهلي في الصفقات. انا عايزك دلوقتي تجيب لي اهم حاجه جناح زي بن شرقي، احسن من بن شرقي مهاجم. اهم حاجه الاتنين دول. انا ممكن اي حد تاني تسلك، ممكن تطلع حاجه من، انما انت اسوأ حاجه عندك هي الفينش. انت بتعمل كل حاجه. في ماتش الاهلي كنا ماسحين بالاهلي الملعب في نهائي الكاس في السعوديه، انما ما عرفتش تسجل عشان الاسطوره بتاعنا شلبي. والجزيري مش كان في حالاته. الجزيري لما كان في حالاته في كاس في الدوري الماتش اللي بعديه على طول سجل هدفين، وانت مش تضمن الجزيري. مش هطول عليكم. فضل وليس امر، لاول مره اشوف نية تشترك في القناه تبقى معايا باللايك الجميل، وقول لي رايك في الكومنتات